يمكن الصورة تتكلم. اليوم احنا بأي مدينة؟ وهاي وصلنا قصر الملك. اهلا بكم في مدينة اوسلو. يجي واحد عندك مثل هيج سيارة ويشخبط لك عليها بهالطريقة. وصلنا مطار اوسلو. طبعا شوفوا هاي الشاشة بالحمام. طبعا هاي الشاشة اللي يخليها بالحمامات يخلوها حتى من تدخل الحمام تقدر تقيمه، تخلي العلامة الخضراء او البرتقالي الوسط او الاحمر انه الحمام مو نظيف او نظيف او شلون نظافة. هذا شكله واحد ضايج رقعها بوكس وفلشها. أول ما واحد يوصل مطار أوسلو إن كان داخلي أو خارجي يجي على هذه مال القطارات، من يشتري التيكت ب101 كرون ويطول 2.5 ساعة. يعني من توصل أوسلو سنتروم تقدر تتنقل بيه عندك 2.5 ساعة. بس خلينا نحكي عن النرويج بشنو تشتهر وأوسلو شنو بيها. الله وكيلكم ماكو غير الثلج. طبعا مو بس الثلج، خلونا نجي بالسنتر نكتشف المدينة أكثر. وهسه وصلنا سنتر أوسلو. طبعا هذاك الشارع اللي قدامنا هناك هذا يوديك على الأماكن السياحية بمدينة أوسلو، مثل قصر الملك اللي ممكن هسه نروح له ونشوف شنو اكو هناك. هسه احنا في الشارع اللي وسط أوسلو ومتجهين إلى قصر الملك. وهذا الشارع تلاقون كل الماركات العالمية. هذا هنا البرلمان النرويجي ووسط المدينة. دائما هنا الفنادق هذه اللي هنا تكون جدا غالية، وأي مشهور يجي للنرويج يعني من المشاهير يجي يسكن بهذا الفندق أو اللي تكون هنا الفنادق. واكيد انتو اذا ردتوا مكان ارخص فلازم تبعدون شوية عن السنتر وعن هذا المكان، خاصة اللي هو قريب على قصر الملك اللي صار هناك والبرلمان النرويجي اللي هو هذا هنا وراي. وهذا الشارع تلاقون ايضا قهاوي جدا حلوة، ومثل ما تشوفون حاليا شتاء وثلج هواي ومزينين الاشجار باضواء حلوة تجمل الشارع هذا. وصلنا حاليا تقريبا نهاية هذا الشارع، هو بنهاية قصر الملك. هذه هنا المحكمة بمدينة أوسلو. وهاي وصلنا قصر الملك في مدينة أوسلو. شوفوا الثلج بكل مكان والأجواء جدا باردة. وهذاك الشارع اللي جينا منه من محطة القطار للبرلمان إلى قصر الملك. طبعا اسم الشارع هذا هو كارل يوهان، اسم الملك اللي بنى القصر همينه، فسموه الشارع على اسمه. للأسف ظلمت هواي لأنه إحنا في فصل الشتاء، فدائما تظلم بسرعة، يعني تقريبا الساعة 3:30 4. القصر هو ملك الحكومة أو ملك الشعب. الملك عايش بيه طالما هو اللي يحكم البلد، يسكن ويشتغل بيه ويستقبل مثلا الوزراء الملوك الرؤساء اللي يجون من دول ثانية. طبعا منظر المدينة كلش حلو من هنا. ومثل ما تشوفون الحراسة مالته من هنا هم يعني حراسة القصر. هذاك واحد هناك وهناك اكو واحد، وهذا اللي بالنص ما بي اي احد. وهم نفسهم هذول الحراس اللي نشوفهم كل مكان، يعني بلندن وبأغلب القصور الملكية المشهورة لا يحجون لا يضحكون ولا شيء، بس
واقف ويروح ويرجع، يعني مثل هاي تظل تفتر هنا وتأدي واجبها. فمثل ما شفنا الحرس هم كم واحد ينعدون على صابع، هناك واثنين، اعتقد شفت واحد هناك ومو اكثر، يعني كلهم كم واحد داير مداير القصر. وهذول الحرس اللي يحرسون هذا القصر هم جنود منتسبين عاديين، يعني شلون باي بلد من يسحبون الشباب جنود، فممكن يطلع لك مثلا يحطوك بهيج مكان تحرس قصر او تحرس اماكن اخرى. بس خلونا نرجع ننزل هذه النزلة ونروح على الكورنيش أو الشاطئ في مدينة أوسلو. هناك مكان جدا حلو بقعدات وأماكن ومقاهي، وخاصة بالصيف تكون جدا جدا حلوة. أنا ما رايحة بالشتاء، بس هسه راح نروحها نشوف ونكتشف. وهذا هنا الكورنيش، إذا تلاحظون وياي شوفوا السماء لونها جدا جميل. طبعا هذا المكان بالصيف يكون بعالم هواي أكثر، يكون ازدحام. هسه بما انه الشتاء فشوية الناس ما تقعد هواي على البحر او تطلع رحلات، فاللي يحب يجي بالصيف منظره جدا حلو. هنا العبارات اللي توديكم مناطق ثانية. طبعا هذه تعتبر واحدة من الأماكن الراقية يعني هنا بأوسلو، خاصة بعد ما جددوها أغلبها. شوفوا البنايات كلها جديدة، والقهاوي جدا حلوة. حتى بالشتاء تجي تقعد، حتى برا يكون عندهم صوبات ومسقفين الأماكن. هذا المكان مسدود أكيد تشوفون بسبب الأجواء صعبة، حتى المظلات ما تفيد، جدا باردة من تكون قاعد على البحر، يعني بصف البحر. هناك جو ممكن يكون الجو أدفى. إذا تلاحظون وياي لون السماء اليوم جدا رائع في مدينة أوسلو، فالشي لا يوصف، نقول بس سبحان الله. لأنه هسه دنيا ليل وتحسون الأضوية تضرب على السحاب اللي فوقنا بحيث يضوي المنطقة. تشوفون البحر هناك يعني ماكو أضوية هواية، ولكن منورة المنطقة. تخيل يكون عندك مكتب بهيج مكان قدامك هذا المنظر الرائع، أحسن شغل. قربنا نوصل نهاية الشارع. هاي هنا بنايات سكنية بيهن شركات بس يعني اللي يريد شقة هنا ما أتوقع تكون أقل من $1,000,000، لأنه مكان جدا راقي جدا غالي، وبنص مدينة أوسلو. اكو هواي من هذني المطاعم، هي هم مطاعم وهم بارات، فممكن المكان مناسب انه واحد يقعد بيه وما بيه اشياء كحولية. هو ستاربوكس او اكو محلات ثانية مال عصير فقط. لا 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 لا، هذا لازم ما انساه. طبعا اسبريسو هاوس واحد احسن الكافيهات هنا، وشو ما شفته هو بداية الشارع. أنا دائما أجي أقعد هنا، عندهم شاي لاتة كلش طيب. بحاول أفصل لكم كل المعلومات حتى تعيشون الأجواء وياي، واللي جاي هنا يكون يعرف كل شيء عن هذا المكان وما ينخدع بشيء، ويعرف وين يروح وين ما يروح. طبعا يم البرلمان بالنص هنا، بنص هاي الساحة اكو تواليت عجيب، تدخل يسولف وياك يحكي لك قصة. زين يابا خلينا نشوفها. فهذه هن التواليتات، بس هذا يعني يا اخوان ركزوا وياي، ركزوا جدا زين. هذا اذا تدخل وبالغلط ينفتح الباب يعني تطلع لايف مباشر، خاصة اذا كان صيف وناس هناك يعني فضيحة. زين فتشوفون كل واحد إلى لون، وكل واحد لما تدخل اكو راديو يحكي عن موضوع. طبعا هسه انا راح ادخل حتى اشوفكم شنو الموضوع هنا. ندفع بالكارت. طبعا 3 المشغولات وصار لي 5 دقائق انتظر. اول شي جربت بس طلع مشغول،
فشكله تواليت مشهور في مدينة أوسلو يا عيني. ورجعنا بنفس الشارع. من ترجعون محطة القطار، اللي ما يعرف هذا المكان اللي هنا هسه راح ندخله، يعني لا ترجع من نفس المكان أوسلو سنترال ستيشن. هي هاي هم تعتبر أوسلو سنترال ستيشن، بس هنا اكو اماكن جدا حلوة. تصميم المكان هنا جدا حلو ويعجبني. الفكرة مال المطاعم والكافيهات الموجودة. هذا هنا المطعم مال السوشي. هسه وصلنا مطار أوسلو. دائما من تسافرون أهم شي يكون وياكم كتاب أو شي تتسلون بيه. هسه وصلت المطار، راح أقعد شوي أكل وأستغل الوقت اللي عندي أقرأ شي قبل ما تقلع الطيارة. دائما من يكون عندكم وقت، إذا كانت الرحلة طويلة بالطيارة أو وقت الانتظار طويل، حاولوا تستغلوا بشي مفيد، مثل انه تدرس او تسوي شغلة. اذا ما كنت تريد تروح تشتري مثلا هدايا او عطور او كذا، يعني الوقت فد شي جدا مهم بحياتنا ولازم نستغله صح. شوفوا هاي الحلوة لازم نشوفكم اياها، ما ليها شخابيط. تخيل يجي واحد عندك مثل هيج سيارة ويشخبط لك عليها بهالطريقة. مهم هو ديزاين حلو. وهسه وصلنا مدينة بيرغن. شنو يعني تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. ان شاء الله عجبتكم الحلقة، شفتوا شي جديد، استفاديتوا من معلومات حلوة. اكيد نلاقيكم بحلقة جاية ان شاء الله، وسلام.